في معرض فني كما يبدو لك الآن، بل نحن في الجناح العراقي الذي خلا من كل شيء عدا اللوحات التشكيلية الرائعة، لوحات رسمت على أيدي أمهر الفنانين العراقيين المحترفين من الرواد والشباب والمتتلمذين على أيدي نخبة من الأسماء الكبيرة في عالم الرسم والنحت. حملت اللوحات عبق التاريخ وأصالة الجذور الضاربة في 7000 عام من العمق، فكان اختيار بوابة الجناح العراقي من إبداع بوابة عشتار التي زخرت بها مدينة بابل حين كانت بوابتها إلى إحدى عجائب الدنيا السبع، حدائق بابل المعلقة. دخول بوابة عشتار يأخذك مباشرة إلى دكان أبو فاضل صاحب البشت النجفي، وإلى سيل من اللوحات القيمة والمنتجات المحلية التي تقف شامخة رغم أزمتها لتشعر الغائب عن وطنه أنه بين أهله ولو للحظات. وهذا ما وفرته إدارة القرية العالمية، البعد الإنساني في اختياراتها. وفي نهاية المطاف لابد للزائر أن يأخذ معه ذكرا ملموسة، فوقعت أسيرة طرشي أبو أثير في نهاية رحلتي المثيرة.